في ساعة ونص بس هتعملي احلى فول مدمس بطعم رهيب. جربوا الطريقة دي وهتحسوا بالفرق من اول لقمة. اللي فاكر ان تدميس الفول صعب تابعني وهتشوف انه اسهل مما تتخيل. جيبوا بقى كيلو من فول التدميس وتقولي كده للعطار انا عايزة فول تدميس، يعني الحباية معاكي كبيرة. وطبعا هنغسل الفول كويس جدا وبعد كده هننقعه ونقعيها ليلة كاملة 24 ساعة. وده اول سر يا جماعة عشان الفول ما ياخدش وقت معاكي في التدميس، يعني ما ياخدش معاكي وقت على النار. اول لما ينفش معاكي كده حطيه بقى في حلة، وتكون حلة ما تكونش واسعة قوي عليه، يعني مكوناتك كلها تاخد لغاية نص الحلة بس. وده تاني سر معانا. انزلي بقى بربع كيلو فول مدشوش، واللي ما يعرفش في الدول العربية هو الفول المدشوش يعني فول ومتقشر ومقسوم نصين، وانزلي عليهم بربع كيلو من العدس الاصفر ويكون مغسول كويس. سويهم كده لغاية اما تغطي الفول بتاعك، ما تخليش الفول بتاعك يكون باين، وده عشان ما يسودش معاكي او يتأكسد. وغطي الفول بقى بتاعك تماما بالمية، وحطي نص معلقة من الكركم صغيرة، وكمان تقدري تستبدلي المية العادية بمية مغلية. اول لما تغلي معاكي وطي عليها النار زي السهرية، يعني نار هادية جدا. وتالت سر معانا ما تفتحيش على الحلة غير بعد ساعة بالظبط، يعني اظبطي التايمر بتاعك على ساعة، وبعد كده افتحي خديها تقلبتين، وطبعا لو عايزة مية زوديها. خلي النار هادية عليها نص ساعة كمان وبس كده تبقى خلص الفول بتاعك. اول لما هتفتحي معاكي هيبقى زي الزبدة. بجد اتفاجئت من النتيجة ان هو ما خدش معايا بالظبط غير ساعة ونص، وكان زي الزبدة زي ما انتوا شايفين كده، بدون بقى اي اضافة ولا مكونات سرية عشان يستوي بسرعة. حطيت عليها بقى خلطة الدقة اللي انا عملتها وكمان طحينة وملح، او اعمليها باي طريقة انت حابة تعملي بيها الفول. كمان لو حابين انزل طريقة الدقة قولولي في التعليقات. دلوقتي عندكم سر الفول المدمس، جربوه ما تنسوش تقولولي في النتيجة في التعليقات. وبكده نكون خلصنا. استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة قريب. وبس كده، سلام.